بعد إخضاع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية لصفقات بشروط واشنطن، يوجه الرئيس الأمريكي ثقل حربه التجارية على باقي دول العالم، يمدد تعريفات سابقة على المكسيك بعد محادثة ودية مع رئيستها، يسلط صوت الرسوم الفورية على كندا، ويوقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم تتراوح بين 10 و41% على الواردات من عشرات الدول. تغطيتنا للرسوم الجمركية تظهر أن تباطؤ النمو الاقتصادي يحدث فعليا. إدارة ترامب تجادل بأن التعريفات ستدفع الشركات للإنتاج في الولايات المتحدة. هذا صحيح جزئيا ولا يجب أن ننكره بشكل تام، لكن الرسوم تضر بالشركات والمستهلكين أيضا. لا تلتفت إدارة ترامب لتحذيرات خبراء الاقتصاد، تمضي في حربها التجارية وفق استراتيجية يؤمن البيت الأبيض بنجاحها حتى في حل أزمات سياسية. يقول عراب التعريفات بيتر نافارو إنها إنجاز يستحق التكريم. يتحدث الكثيرون عن دونالد ترامب كمرشح لجائزة نوبل للسلام. أعتقد بما أنه درس العالم اقتصاديات التجارة العالمية فقد يكون مرشحا لجائزة نوبل في الاقتصاد. تقابل تعريفات ترامب برد قانوني في الداخل الأمريكي. تشكك محكمة استئناف فيدرالية في صلاحياته الرئاسية، خاصة وأن نص التشريعات لا يذكر مصطلح الرسوم الجمركية كصلاحية غير محدودة للرئيس. معارك اقتصادية يحول فيها ترامب التعريفات الجمركية من أداة لحل الخلافات الاقتصادية إلى وسيلة لتسوية النزاعات وحل الأزمات. وبدل الدبلوماسية التقليدية يلجأ الرئيس الأمريكي إلى دبلوماسية تعريفات الجمركية. سميرة بالعكري، RT، واشنطن.